الترتيب سيدي. كان ولا يزال من أبرز رموز المؤسسة العسكرية العراقية التقليدية والعريقة في آن واحد. إنه الفريق أول ركن سلطان هاشم أحمد. ولد في مدينة الموصل عام 1942، ينتمي لقبيلة طي العربية. تخرج من الكلية العسكرية العراقية في الستينات ومن كلية الأركان عام 76. تاريخ الرجل حافل بالأحداث، فقد واكب الحرب العراقية الإيرانية منذ اندلاعها عام 80 حتى نهايتها عام 88، وتدرج في المناصب العسكرية خلال سنوات الحرب حتى وضعت الحرب أوزارها، وكان حينها قائدا للفيلق الأول في الجيش. يوسف قاتل بإرادته. يتميز سلطان هاشم كما وصفه كتاب التاريخ العسكري للعراق بشعبيته الواسعة داخل وخارج صفوف الجيش، وعرف عنه نزاهته العالية وتفانيه في تأدية الواجب العسكري، وصنف كقائد محترف لا يجامل أحدا فيما يخص عمله، وهذا ما ميزه عن رفاقه الآخرين الذين خلطوا السياسة بالأمور العسكرية. وربما لم يكن من قبيل الصدفة أن يختاره الرئيس الراحل آنذاك صدام حسين ليرأس وفد العراق إلى ما سميت بمفاوضات خيمة صفوان عام 91 مع الأمريكيين بقيادة الجنرال شوارزكوف لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار. فاحترافه العسكري ونزاهته ووطنيته كلها كانت خصالا تشهد له لدى العدو قبل الصديق. عين رئيسا لأركان الجيش عام 95 ثم وزيرا للدفاع في العام نفسه، واستمر في منصبه حتى غزو العراق واحتلاله عام 2003. وبعد 5 أشهر من سقوط بغداد سلم الفريق أول ركن سلطان هاشم نفسه للقوات الأمريكية، وقيل في حينها أنه عقد صفقة مع الأمريكيين تضمن حمايته. وتم استقباله من قبل الجنرال باتريوس. والقصة كما نشرتها الصحف العالمية تقول أن الجنرال ديفيد بيتريوس، وكان قائدا للفرقة 101 المحمولة جوا، بعث برسالة إلى الفريق هاشم يعرض عليه تسليم نفسه تحت قانون النزاع المسلح وضمان احترامه كقائد للجيش العراقي. ولكن يبدو أن وعد بيتريوس لم يصمد أمام إلحاح أعداء القائد العسكري العراقي. سجن الفريق سلطان هاشم في معتقل كروبر الأمريكي في مطار بغداد، ولم تثبت التحقيقات التي أجراها الأمريكيون شيئا ضده. وتشير بعض المعلومات التي تسربت إلى أنه رفض عروضا من الأمريكيين حول عودته على رأس الجيش من جديد والقيام بتجميعه. شكلت محكمة الجنايات الثانية بالمحكمة الجنائية العراقية العليا، لكنه بعد مكوثه لفترة وجيزة في السجن وجهت له تهم الإبادة الجماعية في قضية الأنفال، وادعت المحكمة الجنائية العراقية العليا أن سلطان هاشم شارك في تنفيذ العمليات العسكرية التي شنها الجيش العراقي. الحكم على المدان سلطان هاشم أحمد بالإعدام شنقا حتى الموت باشتراكه بارتكاب جريمة القتل عمدا، وحكمت عليه بالإعدام في 24 من حزيران يونيو الماضي، لتنتهي بذلك مسيرة حياة زاخرة تروي قصة العراق أكثر من قصة حياة واحد من أبناء قبيلة طي.